ما تيجي نعمل مع بعض فكرة حلوة كده من الازازة دي. هبدأ ان انا اقطعها كده بالقطر. ممكن تستخدمي مقص، تستخدمي سكينة، اللي متاح عندك تقدري تستخدميه وتقطعي بيه. هنا بعد ما قصيتها وسويتها كده جبت المكوة سخنة شوية بحيث ان انا اعمل الطرف بتاعها بحيث انه ما يعورش. هنا بعد ما عملت الطرف بتاعها بالمكوة هبدأ اجيب معايا قطعة من الفوم. طبعا تقدروا تغيروا الالوان براحتكم زي ما تحبوا. هبدأ احط الشمع على الفوم مش على الازازة عشان ما يسيحش، وكمان نخلي بالنا واحنا بنحطه على الفوم ما يكونش سخن بدرجة عالية، يعني بنكون مخفضين الدرجة بتاعته، يكون وسط مثلا عشان بحيث ان هو ما يسيحش الازازة. تمام. هبدأ ان انا اغلف بيها الازازة كده. كل ما اجي الف الفوم احط الشمع على الفوم نفسه مش على الازازة. انا هنا غلفتها وبعدين رصيت كده على الطرف بتاعها من فوق ورد بالشكل ده. وهبدأ اوزع كام وردة كده على الازازة من تحت. الورد ده كنت عاملاه معاكم قبل كده، الفيديو بتاعه هتلاقوه تحت، روحوا شوفوه برضو. فكرته سهلة وبسيطة ومش مش صعبة يعني. هنا بعد ما خلصتها كده، ده شكلها كده بعد ما خلصتها خالص. يا رب تكون عجبتكم، مقلمة سهلة وبسيطة وسريعة.